ده قفل باب عادي بالمفتاح القديم اللي دايما بيضيع، ولكن ده قفل ذكي بيتفتح بالبصمه او الكود، بس مش دايما بيشتغل بسلاسه، ولكن ده بقى ليفل الوحش في الاقفال. ده انت مش محتاج تشيل اي حاجه معاك ولا حتى تركز في حطه صباع، لانه بيفتح باكتر من طريقه. اول حاجه بصمه الايد وسريعه جدا، تاني حاجه العروق اللي في كف الايد، مفيش واحد كف ايده والخطوط دي زي التاني. تالت واكتر حاجه بستخدمها وهي بصمه الوش، تشتغل في ثانيه وفي اي اضاءه. طبعا عندك الباسورد العادي، ولو البطاريه فصلت بعد 5 شهور تقدر تفتحه بالمفتاح. ومش بس قفل باب، ده كمان كاميرا مراقبه، تقدر تشوف مين عند الباب في اي وقت وفي اي مكان، تقدر تتكلم معاه، تقدر تغير صوتك وانت بتتكلم معاه، وفي كمان رؤيه ليليه ومستشعر حركه. التطبيق بتاعهم ذكي جدا، تقدر تتابع منه كل حاجه وبيصور كل اللقطات. فبصراحه انا شايف ده من اقوى واذكى الاقفال اللي جربتها. شركه اسمها ايزي فيز، كان عندهم جناح في جايتكس، وشفت كده اقفال شكلها غريبه وكاميرات ومنتجات امان كلها ذكيه، عين سحريه ذكيه، سنسورات، كاميرات، مكانس وانواع كتير جدا. فكان لازم اختار اللي في النص ده. تقدر تزور الجناح بتاعهم في جايتكس او تشوف الموزعين المعتمدين وتجرب الاقفال والكاميرات دي بنفسك. موجودين في السعوديه، موجودين في الامارات، وقريب نازلين مصر. تلاقي سعره في اول كومنت، وصدقني يستاهل الفلوس المدفوعه فيه. ما تنساش تعمل لي فولو علشان تفضل متابع الاختراعات دي.